ابو نصر زعلان زعلان. فيها كلام فيها كلام فيها كلام. لانها خد. ايوه. ها اوه ابو نصر ماتش. يا خبر على الدراما. انا قلت لحضرتك قاعد جنب فار بقى. لا. برافو عليك. ممكن تبقى وشبه وهوبا وتسديده ونقله والثانيه وعمرو السوليه على شماله ومره ثانيه تسلل. ده تسلل ده تسلل ده تسلل. خطيره خطيره وهوبا يا ولد يا ولد. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم. معاكم عماد العطار. مبروك للنادي الاهلي. مع اني والله قعدت شوطين ربنا بيعلم بيا انا كنت قربت اشجع نادي الزمالك. انا اهلاوي. نادي الزمالك كان منسق جدا، تمريراته جميله جدا جدا جدا، منسق دفاعيا، منسق هجوميا، حاجه كانت فوق الوصف لدرجه ان انا استسلمت. قلت الزمالك هيفوز بنتيجه تقيله، ولكن الاهلي خبره. الاهلي خبره، كعبه عالي جدا على نادي الزمالك. سبحان الله، حاجه ممتازه. النادي الاهلي كان بارع، كان يعني بصراحه بيدافع وكان بيهاجم، والدليل على ذلك انه انهى الماتش بجولين. وطبعا في جون طبعا ما اتحسبش، يعتبر 3 اهداف، ولكن في النتيجه او في النهايه 2-0. واحد يقول لي اصل الاهلي ما لعبش، اقول له لا لعب، والدليل على ذلك ان لو كان الزمالك بيلعب كان فاز. او في النهايه ايه؟ في النهايه ان لازم يكون في غالب او مغلوب. الف مبروك للنادي الاهلي بتتويجه لكأس مصر. مبروك للاعيبه النادي الاهلي. برضه اقول اهلي اهلي اهلي، حاجه جميله جدا. وطبعا انا بقول ان انا اهلاوي وهارد لك لنادي الزمالك، لان النادي الاهلي والنادي الزمالك طبعا ابناء مصر وكلهم لعيبه مصر، وفي النهايه برضه الاثنين بيجتمعوا في منتخب مصر، يعني بيمثلوا مصر. بس بنقول الف الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. ومش عارف اقول ايه، اللي اقدر اقوله مبروك للنادي الاهلي، واتمنى ان يكون في بطولات وبطولات وبطولات ان شاء الله عالميه وطبعا دوليه ومحليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.